يا جماعة، كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وفي مكان بعيد خالص فوق في السما اتولدت إلهة جميلة من أكبر وأجمل وردة بلدي في الجنة الملكية. الآلهة هناك فرحوا بيها وطاروا من السعادة وسموها آيو. وكل الآلهة التانيين حسوا إن في قوة جبارة ومرعبة بتجري في عروق البنت دي، عشان كده قرروا ينصبوها الإلهة العظمى اللي هتحكم السما في المستقبل. بس يا عيني يا حسرة، عدى 200 مليون سنة بحالهم، وإلهة الورد دي لسه مش عارفة تصحي قوتها الخارقة دي خالص، وفضلت محبوسة في جسم طفلة عندها 6 ولا 7 سنين. بس إيه بقى، شعرها دهبي بيلمع زي الشلال، وعيونها خضرة وواسعة زي أجمل فصوص الزمرد اللي في الدنيا. وبسبب إنها مش عارفة تصحي، قوتها دي أيوة بقت خلقها ضيق وعصبية حبتين. يعني عادي جدا تروح تفتح نافوخ أي كائن سحري رغاي من اللي بيطيروا حواليها ويقعدوا يطبلوا ليها ليل نهار، ورغم إنها المفروض الإلهة العظمى اللي هتحكم السما، بس محدش كان بيعملها احترام واصل. الآلهة التانيين بقوا يتجنبوها ويتنمروا عليها ويسخروا منها، خصوصا بعد ما عدى قرنين كاملين من الزمان من غير ما تطور أي مهارة. أيوة طبعا كانت حاسة بكل ده، وشايفة نفسها قليلة الحيلة وضايعة خالص، وصعبان عليها نفسها وهي محبوسة في جسم العيلة الصغيرة دي، رغم إن روحها عندها أكتر من 100 سنة. بس خلوا بالكوا، أيوة مش من النوع الطيب الكيوت خالص، يعني اللي يفتكر إن عشان قوتها لسه ما صحيتش يبقى ينفع يتغيت عليها يبقى غبي وعبيط. عشان لو أي حد تجرأ وحاول يضايقها هتشاور في وشه وتديله كلمتين في العظم وتفرش له الملاية لحد ما يتكتم خالص. والنهاردة برضو حصل نفس الحوار، لسه خارجة تشم هوا وتتفرج على الورد، قاموا شوية باردين عكروا مزاجها، فرجعت على طول وراحت نايمة على المرتبة المريحة بتاعتها، وقالت تاخد لها تعسيلة لغاية العصر عشان تظبط دماغها شوية. وقبل ما تروح في النوم قالت لنفسها بكرة لازم أتدرب بجد عشان أصحي قوتي دي بقى. ولما نمت كانت عايزة تنسى الواقع المر والإحساس بالخنقة ده. بس يا ترى إيه اللي حصل؟ فجأة لقت الدنيا حواليها دوشة وزيطة كده، وسمعت ناس كتير عمالة تهمس وتتودود في ودنها. يا جماعة، هي البت دي تطلع مين؟ هو الجثة دي ماتت ولا إيه؟ نايمة كده ليه في وسط الشارع؟ ده احنا صحيح في الربيع، بس الجو بالليل بيبقى تلج، مين قاسي القلب اللي رماه كده؟ يا عم بلاش تلمسها، شكلها بنت ناس وأكابر ومن عيلة ريتش قوي، أحسن تصحى وتعمل لنا مشكلة ونروح في داهية. القانون بيقول لو اتخدشت خدش بسيط هندفع 36، ولو نزلت نقطة دم هندفع 64. الموضوع مش هزار. البت عصبت جدا وراحت نطة من مكانها وبتفرك في عيونها وهي بتشتم وتقول لهم بس يا رغايين منك ليها، اتكتموا واختفوا من وشي احسن لكم. الناس كلها شهقت وقالت لبعضها شفتوا؟ مش قلتلكوا البت لسه عايشة وبترد الروح؟ أيوة، فتحت عينيها على الآخر واتصدمت صدمة عمرها. المكان اللي هي فيه مش الجنة خالص، والناس بصين لها وهي متنحة وعيونها مبرقة من الدهشة، فبقوا قلقانين وبيهشوا بإيديهم يسألوها يا بنتي انتي بتعرفي تتكلمي؟ طب بنحولك كده الهوا بيدخل في دماغك ولا ايه؟ هنا أيوة عرفت إنها نزلت عالم البشر، المكان اللي عمرها ما شافته حياتها وكانت بتسمع عنه بس في الحكايات الإشاعات. وفجأة جت ست طيبة بس عصبية شوية، راحت مسكاها وفضلت تهز فيها وتقول بصوت عالي فوقي يا بنتي، ما تفضليش متنحة كده في نص الشارع العمومي، العربيات والناس رايحة جاية وهتداسي. البت جالها هبوط ودوخة مش طبيعية، وقالت في نفسها يا لهوي، ايه قلة الذوق دي؟ ازاي الست دي تتجرأ وتهز إلهة عظمى كده؟ سيبوني افكر. 2 من النبلاء جايين عليهم. أيوة شافت الناس بترحب بالراجل الأشقر وبيلقبوه بالدوق الأكبر، وانحنوا ليه بكل احترام وحكوله قصة البنت الغريبة اللي وقعت من طولها في نص الشارع. الدوق بص لأيوة بطرف عينه وقال من شكلها ولبسها باين عليها بنت ناس ومن عيلة راقية،
يا جنديرين، خد البنت دي وسلمها للحراس عشان يدوروا على أهلها. بس أيو طبعا ما عجبهاش الكلام، فضلت مبحلقة في الدوق الأشقر الواد القمر ده، وراحت شادة طرف لبسه وبكل ثقة أمرته: خدني معاك وربيني عندك. أصلها مش فاهمة هي نزلت الأرض دي إزاي، ولا عارفة هترجع السما تاني إزاي، فقالت تلاقي مكان أمان تستخبى فيه الأول. وطبعا من وسط كل الناس اللي واقفة دي، الواد الأشقر ده باين عليه أغنى واحد وصاحب نفوذ وهيبة، فقررت تديله الشرف العظيم إنه يخدمها. الناس اللي حواليها برقوا عيونهم ووشهم اصفر من الرعب خوفا عليها، وقالوا: البت دي شكلها اتخبطت في دماغها أو ذكائها على قد حلو خالص، إزاي تتجرأ وتتكلم بقلة ذوق كده بسرعة اعتذري لسيادته وانحني. هنا أيو جابت جاز واتعصبت على الآخر، وراحت مكلمة الناس بنفس النبرة الإلهية الباسلة اللي متعودة عليها، وزعقت فيهم: ابعدوا عني، انتوا عارفين أنا مين عشان تلمسوني كده؟ كل شوية تمسكوني كده، عيب عليكم. الضوء فضل واقف يراقبها في صمت، وبعدين أمر الفارسين وقال: شيل البنت دي وحطها في العربة بتاعتي. وبكده خطتها نجحت، وقعدت أيو جوه العربة الملكية الفخمة اللي بيجرها 4 خيل، وبقت تتفرج على مناظر العالم. البشري ده بانبهار، ما كانتش تتخيل إن في حاجات حلوة كده، غابات خضرة بتلمع وبيوت شكلها يجنن وورا بعضها، وحتى الحيوانات اللي ب4 رجول وبتجر العربيات دي، لو كانت تعرف إن الأرض جميلة وممتعة كده كانت نزلت من بدري قوي. والأهم من كل ده إنها لقت راجل ابن ناس وله هيبة وملو هدومه عشان تعتمد عليه. بصت للضوء وابتسمت في سرها وقالت: فكر بقى، تحب أكافئك بإيه؟ عشان أول ما الاقي طريقي للسما هذرقك هدايا ومكافآت ما حصلتش. وفجأة الدوق افتكر حاجة مهمة، وبصلها فجأة وسألها: يا عينتي اسمك إيه؟ أيو اتنرفزت شوية، لأن البارد ده بيكلمها من غير أي احترام ولا ألقاب، وهي الإلهة العظمى جلالة قدرها، بس قالت تعديها له عشان هو اللي هيأكلها ويقويها اليومين دول. فقالت في نفسها تديله الشرف وتخليه يناديها باسم أيو. الفارس رين اللي قاعد جنب الضوء صرخ فجأة وقال: يا نهار أبيض، مش ده اسم الإلهة اللي في الأساطير اللي اتولدت من وردة والملك الأكبر رباها فوق في السما؟ هنا أيو حست بفخر واعتزاز كده، ما كانتش متخيلة إن البشر الفانيين دول عارفين اسمها، وقالت لنفسها إن العيشة هنا مش بطالة أبدا. بس في ثانية الضوء كمان افتكر وسأل الفارس بتاعه: أنت قصدك الإلهة الغبية اللي اتولدت عشان تحكم السما بس عاشت 200 سنة من غير ما تعمل أي لازمة تذكر وبقت مسخرة ومضحكة للكل؟ أيوة، دمها حرقها واتغاظت غيظ السنين، وقررت إن مفيش أي مكافأة للأشكال دي، وحلفت لو عرفت مين الإلهة الرغاية اللي نشرت الفضيحة دي في عالم البشر لا تنزل تقطع لسانها. ولما جم ينزلوا من العربة قمصت ومرضيتش تمسك إيد الواد الأشقر اللي قال عليها غبية، وراحت للفارس أبو شعر أسود وأمرته يوصلها لأوضتها عشان ترتاح. الضوء أخد آيو على القصر بتاعه، وطبعا كل الشغالين هناك تنحوا وفتقوا بقهم من الصدمة والدهشة، بس كاتمين الفضول في قلبهم بالعافية عشان البنت شبه الدق بالملي، شعرها ذهبي زي الشمس وعيونها خضرة، ودي ميزات العيلة الملكية. بس الخادم العجوز مارتن جاله ذهول لما لقى سيده ما طلبش يحضروا له الحمام زي العادة، بل طلب يجهزوا سفرة أكل فخمة ومليانة عشان البنت شكلها واقعة من الجوع. ولما سفرة اتحطت وعليها من كل ما لذ وطاب من أكلات أيو عمرها ما شافتها حتى في السما، البنت نزلت رن في الأكل وفرحت قوي. ومارتن الخادم كان فرحان بيها جدا، قرب منها وقال لي دردش معاها: طعمك في الأكل شبه باباكي بالظبط يا هانم، الأكلات دي هي المفضلة عند الدوق الأكبر برضو. أيوة ما كانتش فاهمة يعني إيه كلمة أب أو بابا دي، فراحت سألت الخادم العجوز. الراجل اتصدم صدمة خفيفة كده: إزاي بنت بالحجم ده
وما تعرفش يعني إيه كلمة بابا. حاول يشرح لها بس من غير فايدة تذكر. أيو ما فهمتش قوي، بس عرفت إن البشر بيحبوا يطلقوا على بعض أسامي وألقاب غريبة. الخادم الطيب فضل باصص للأمورة الصغيرة وهي بتنسف اللحمة بشهية، وقال في نفسه: يا سبحان الله، مين يصدق إن الضوء البارد زي التلج ده عنده بنت سرية بالحجم ده برا القصر؟ أصل الدوقة المرحومة ماتت على طول بعد ما ولدت الابن الأكبر، فأكيد البنت دي نتيجة علاقة حب سرية لسيدي برا القصر. تلاقيه كان شايل السر ده ومستحمل الوجع لوحده يا عيني. بس ولا يهمك يا سيدي، العبد لله هيشيل البنت دي في عيونه ويهتم بيها على الآخر. وراح مفرقع صوابعه ومستدعي 2 من أشطر الشغالات في القصر، وأمرهم يحموا البنت وينظفوها كويس بعد ما تخلص أكل. ولما أيو خلصت أكلها، الدوق جه يسألها لو الأكل عجبها ولا لأ، بس عشان لسه شايلة منه من كلمته لما قال عليها إلهة غبية، ردت عليه ببرود ودبش ومن طرف مناخيرها. وفجأة الدوق فتح غطا الطبق وعزم عليها تجرب الحلويات اللي على السفرة. دي كانت أول مرة أيو تشوف الصنف ده، وقالت في نفسها: هو البشر بيحبوا يحطوا طين صلصال في الأطباق كزينة ولا إيه؟ مش شايفاه حلو خالص. والراجل الجلف ده كمان عازم عليا أكل طين؟ إزاي يتجرأ ويهين إلهة كده؟ أنا هاكل الطين القذر ده إزاي؟ حسيت إن جريمته دي كبيرة قوي ومفيش عقاب في الدنيا يكفي تمنها. بس بما إنها حالياً ما عندهاش أي سلطة، وكمان الفضول هيموتها تعرف طعم الطين ده إيه اللي البشر بياكلوه، راحت مادة صباعها الصغير وأخدت حتة وحطتها في بقها وخدت قطمة، وفجأة لقت طعمها رهيب ولذيذ بشكل غير متوقع. يا بنات بجد مش قادرة أصدق، هو في عالم البشر في طين أو تراب بالعامية كده طعمه لذيذ وجميل للدرجة دي؟ ده لو كده بقى البشر مش محتاجين يشقوا ويتعبوا في الشغل خالص، أول ما يجوعوا يسلكوا نفسهم بشوية تراب وياكلوه بالهنا والشفا وصحتهم هتبقى بوم. والمهم بقى بسبب الأكلة الحلوة دي مزاج اللذيذة أيو راق وبقى عسل خالص. في الوقت ده الدوق العظيم الواد العسل ده طلب يسألها سؤال، وإلهتنا الكريمة وافقت فوراً ومن غير تردد. سألها: هو إيه اسم عيلتك؟ وقصده طبعاً الاسم اللي العيلة كلها بتتوارثه من أجدادها. بس آيو وقفت متنحة بوش علامة استفهام عشان مش فاهمة أي حاجة من المصطلحات اللي بيقولها دي خالص. الدوق لقى مفيش فايدة فقرر يستسلم، وقال يبعت الفارس جنين يحقق في الموضوع ويخلصنا بسرعة، لأن البنوتة دي شكلها لسه على نيتها وساذجة ومستفزة كمان. أول ما لقت الواد الأشقر خلص أسئلته مدت إيدها عشان تخطف حتة طين تانية تاكلها، بس يا حرام الخادمات جم بسرعة وشدوا البت عشان يجمعوها ويحموها. البت كان قلبها بيتقطع وهي شايفة حتات الطين اللي تسيل اللعاب وهي بتبعد عن عينيها، وهي واقفة عاجزة ومش قادرة تعمل أي حاجة. وفي نفس الوقت ده في أوضة تانية خالص في القصر كان في ولد عسول شعره بني بيجري بنهجان عشان يلحق يبلغ السيد الشاب الكبير ويقوله: انت لسه ليك مزاج تقعد تقرأ الكتب في الوقت ده؟ أبوك لسه راجع وجايب معاه بنت غير شرعية. الشغالين عمالين يلتوا ويعجينوا ويقولوا إن البت شبه الدوق العظيم بالظبط، كأنهم فولة وانقسمت نصين، شبهه بطريقة تخوف. السيد الشاب لما سمع الكلام ده راح رامي الكتاب من إيده على طول، وظهرت على وشه ابتسامة خباثة شقية، وقال: يا سلام، يبقى لازم أروح بنفسي. عمالين يحموها ويدلعوها وبيقعدوا يلمسوا شعرها الناعم زي الحرير وبشرتها البيضة اللي زي البورسلان، وقعدوا يمدحوا ويقولوا: شكل الخدم في القصر القديم كانوا مهتمين بالآنسة الصغيرة قوي، دي طالعة قمر ومسمسمة وعسولة بشكل مش طبيعي. بس هم مش فاهمين ليه من ساعة ما حطوها في البانيو وهي واخدة جنب ومكتئبة كده. في الحقيقة بقى لو آيو في حالتها الطبيعية والخدم بيتكلموا معاها بالطريقة دي كانت زمانها هزقتهم وادتهم كلمتين في العظم، أو كانت هتتنفخ وتتنك وتستمتع بالمدح والدلع ده كله. بس دلوقتي دماغ إلهتنا الجميلة
مفيش فيها غير حتة الطينة المسكرة واللذيذة ديكها. البت هتموت من الحسرة والندم على شوية التراب دول، لدرجة كانت هتعيط من كتر القهر. يا لهوي! وفي نفس اللحظة دي السيد الشاب آهين، الابن الحقيقي والوريث الشرعي للديوك العظيم، كان بيجري ورايح على أوضة آيو، والواد اللي شعره بني ماشي وراه وعمال يلت ويعجن ويقول له: يا سيدي، اللي ما يعيش في شكك هيموت مظلوم. مين كان يصدق ان الضوء العظيم اللي بيقدس هيبته وكرامته اكتر من حياته يطلع عنده بنت تانية مفرومة في السكة بره كده؟ طب افرض البت دي هددت مكانتك كولي للعهد ووريث وحيد يا سي آهين. آهين بصله وقال له يهدى، بلاش دوشة وفرهضة على الفاضي بسبب عيلة صغيرة لسه بترضع دي. يا ابني، من 2 فاتوا أبويا عيني عينك عيني، الوريث الرسمي والشرعي. يعني حتى لو البت دي بقت فرد من عيلة كلاودي الراقية، مستحيل تاكل معايا عيش أو تمثل أي تهديد ليا. وبعدين أبوي مش من النوع اللي بيرجع في كلامه أو بيلحس وعوده خالص. وموضوع إن أبويا عنده بنت تانية ده مش وحش خالص، أهي مصلحة برضو. على الأقل بعد الحوار ده الناس هتبطل تطلع إشاعات وتقول إن أبويا ملوش في الستات وبيحب الرجالة بس. آهين كان بيفكر في سره وعمال يقول إنه بجد متفاجئ قوي إن أبوه رجع ومعاه طفلة صغيرة، بس الغريب إنه مش حاسس بغيرة أو كره ناحيتها خالص. مكانته في العيلة دي ثابتة زي الجبل، ومفيش أي حاجة تقدر تهز الشعرة منه. هو الابن الكبير والكل بيعزه وبيحبه وواثق في قوته لدرجة تخليه ما يبصش لبت بره الجواز على إنها تهديد ليه. بس أكتر حاجة كانت واكلاله دماغه ومفضول يعرفها هي يا ترى أم البت دي كانت حلوة وبطل للدرجة اللي تخليها تخطف قلب وعين أبوه البردة والجدة دي. كل ما يفكر في كده فضوله يزيد عشان يشوف أخته الجديدة دي. بس أول ما زق باب الأوضة ودخل ما لقاش أي أثر للبيت، ومفيش قدامه غير جبل من أطباق البسكوت بالشوكولاتة المتكومة فوق بعضها. آهين قرر يقعد على الكرسي يستناها لما ترجع، وعشان يسلي نفسه مد إيده وأخد بسكوتة عشان ياكلها. بس يدوب البسكوتة لسه هتوصل لبقه سمع صرخة فظيعة خضته. لف وشه بسرعة وبص جنبه وشاف البنوتة اللي قلبت الدنيا. كانت حتة سكرة صغنطوطة، شعرها أصفر وعينيها زرقاء، شبه أبوه بالظبط. بس يا لطيف على طبعها الحامي، البت مقفورة وعصبية ومكشرة، ومن غير حتى ما تقوله سلام عليكم أو ترحب بيه راحت هجمة عليه ومشاورة بصباعها في وشه وصرخت: مين اللي اداك الحق تلمس حاجتي يا جدع انت؟ آهين والواد اللي معاه صدمتهم كانت ليفل الوحش. عمر ما حد في حياته كلها اتجرأ يكلمه بالطريقة دي. قلة أدب البت دي عصبت آهين وخلته يجيب آخره، فراح مفعص البسكوتة في إيده وقال لها غضب: انتي لسه ملقحة عليا وبتصرخي بتقولي ايه يا بت؟ أنا كنت ناوية أسيبك تعيشي في هدوء، بس واضح إنك عاوزاها نكد ومشاكل، والنهاردة هعرفك الأدب والأصول ومين هنا الكل في الكل ومين صاحب الكلمة. وآيو طبعا مش من النوع اللي بيسكت، وقفتله الند بالند، والاتنين بصوا لبعض وعيونهم بتطلع شرار وغضب. وفي اللحظة دي بالظبط الباب اتفتح ودخلوا 2 خادمات شايلين الشاي عشان يقدموه للأنيسة الصغيرة. بس المنظر اللي شافوه قدامهم صدمهم وهيخليهم يفتكروه طول عمرهم. واحدة من الخدم صرخت وقالت: يا لهوي يا سي آهين، انت بتعمل ايه؟ المنظر كان كالتالي: آهين بجلالة قدره راكع على الأرض وماسك منديل وعمال يلم فتافيت البسكوت اللي فعصها، والأنسة الصغيرة واقفة بكل تناكة ومنفوخة وربط ايديها وعينها عليه بتراقبه خطوة بخطوة. الصراحة بقى آهين نفسه مش فاهم هو ايه اللي جراله، وهل هو اتغسل دماغه ولا ايه؟ ازاي فجأة لقى نفسه بيمسح البلاط وبيعمل الحركات العجيبة دي؟ كل اللي فاكره إنه من شوية لما كان لسه داخل يعلم البت دي الأدب، البت دي لفت الموضوع عليه وهزقته تهزيق خلى جثته تترعش من الخوف. مسحت بكرامته الأرض وأمرته ينزل ينظف البلاط اللي وسخه فورا.
ومن كتر الرعب أيهن سمع الكلام ونفذ بالحرف ومن غير ما ينطق بنص كلمة. ودلوقتي بعد ما أهين رجع لعقله وهدي شوية، قعد على الكرسي وبقى يبص للبت الشرسة دي وهي بتاكل الحلويات، وكان باين عليها الفرحة والسعادة قوي، وخدودها المنفوخة دي عمالة تتملي عشان بتاخد قطمات كبيرة قوي من البسكوت. ومش بس كده، البت دي واخدة كل الجينات الحلوة والجمال الرباني لعيلة كلودي، حتى رياكشنات وشها المتكبرة والباردة واخدها منهم برضو، وده يثبت إن جينات أبوه قوية ومسيطرة بجد. بس يا ربي، مالي فجأة بقيت شايف البت دي شكلها عسول ولطيف كده ليه؟ يمكن عشان الأطفال الصغيرين عاملين زي الكتاكيت الصغار، كلهم كيوت ويدخلوا القلب على طول. وفي الوقت ده كانت آيو بتاكل البسكوت وملاحظة إن الواد الأشقر الصغير ده غريب ومريب قوي. دخل عليها فجأة وقعد يصرخ ويهزق، ودلوقتي قاعد مكشر زي القرد وحاضن راسه ومكتئب كأنه راجل عجوز شايل هموم الدنيا. البت اتضايقت وراحت مخرجاه من أفكاره الضلمة دي وسألته دغري: انت جاي هنا عايز ايه بالظبط؟ هين حس ان البت دي أسلوبها في الكلام ناشف وقليل الأدب الصراحة، وبتتعامل كأنه الخدام بتاعها. بس يلا، وريث زيه وابن ناس ومحترم مش هيحط عقله بعقل عيلة صغيرة. راح محني راسه بذوق وقال لها: أنا آسف يا ستي، ما كنتش أقصد أوسخ الأوضة بتاعتك خالص. أنا اسمي آهن كلودي، ولما سمعت إن في فرد جديد جه القصر اتلخبطت شوية واتصرفت بقلة ذوق معاكي. قوليلي بقى، انت اسمك ايه؟ البت ردت عليه بكل ثقة وفخر: قولي يا آنسة آية. آهين اتعصب تاني، بس كتم في نفسه وحاول يهدي اللعب، وزي أي حد من البشر العاديين راح قايل فجأة: اسمك ده حاسس إني سمعته قبل كده، مش ده نفس اسم الإلهة الهبلة اللي فوق في السماء؟ أو أقصد الإلهة اللي اتولد. لما شاف نظرات وعيون آيو، آهين حس برعشة في ظهره من الخوف، فراح مغير كلامه بسرعة وقعد ينافق ويقول: آيو كلودي، الله ده اسم جميل قوي بجد. بس البت بصيت له باستغراب وقالت: هو انت مخك مفوت ولا ايه؟ انا لسه قايله ان اسمي آيو وبس. لما سمع كده السيد الشاب آهين اتصدم وعرف ان ابوه لسه ما لقبهاش رسميا باسم العيلة، بس حب يطمنها وقال: ما تقلقيش، دام جيتي هنا خلاص فاحنا بنعتبرك فرد من عيلة كلودي النبيلة والراقية على طول، وعشان كده اسمك مش هيبقى آيو بس، انتي كمان هتاخدي اسم عيلة أبونا. آيو شافت إن الحوار ملوش لازمة ومقفور، هي أصلا ناوية تقعد في عالم البشر فترة قصيرة وتمشي، فهل لازم بجد تاخد اسم عيلة بشرية؟ يا بنات، لو في حد منكم مطرود من السماء ونزل الأرض هنا يكتب في التعليقات بسرعة وينصح إلهتنا آيو تعمل إيه، لحسن أختكم غلب حمارها ومش عارفة حاجة. أنا كل اللي بعرفه هو إني أطلب من حبايب قلبي في كل مكان يخشوا يشاهدوا الفيديوهات ويشتركوا في القناة عشان نوصل لدرع يوتيوب الفضي في أسرع وقت. لو بقيت ملكة المشاهدات الأولى على يوتيوب بوعدكم إني ههريكم فيديوهات، وهنزل 3 فيديوهات في اليوم الواحد، ده اللي عليكم. وكمان تقدروا تدعموني بشوية شاي بلبن عن طريق تحويل بسيط على رقم الحساب اللي سايباه في صندوق الوصف، أو من خلال رمز الاستجابة السريع اللي ظاهر على الشاشة. وبجد شكرا ليكم من كل قلبي. نرجع بقى لقصتنا اللذيذة. آيو، وش معنى جاي تقولي الكلام ده دلوقتي؟ هو ده معناه إن كل الناس هنا بتنادي على كبير البيت بكلمة بابا؟ آين، إزاي مش فاهمة مصطلحات سهلة وبسيطة زي دي؟ الأب ده هو اللي بيربطنا بيه صلة دم، يعني إحنا التلاتة الدم الأحمر اللي ماشي في جسمنا ده. يا نهار أبيض، هو البشر عندهم عادة إنهم يقسموا ويشاركوا الدم مع بعض كمان؟ طب اللي بيشارك دمه ده مش بيموت من كتر النزيف وخسارة الدم الكتيرة دي؟ يا لهوي على قسوة عالم البشر ده. يا رب تطلع دي مجرد سوء تفاهم مش أكتر. بس للأسف عيو قالته أكتر واتأكدت من آهين، ولقيت إن مفيش أي سوء تفاهم ولا نيلة، وإن اللي فهمته صح 100%. من كتر الصدمة والفجيعة إلهتنا الجميلة ما فكرتش مرتين وراحت مغمى عليها على طول فوق الكرسي.
وفي نفس الوقت ده في مكتب الدوق العظيم كان الفارس اللي اسمه بان واقف بيبلغ سيده ويقوله: أنا دورت وبحثت في كل المكاتب الإدارية والحكومية في العاصمة كلها، بس ملقتش أي سجل أو أثر. مفيش أي بلاغ عن بنت تايهة بمواصفات البنت دي، شعرها دهب وعيونها زرقاء كأنها حورية. الدوق العظيم بتاعنا حس إن الموضوع غريب ومريب قوي. يا بنات، شكلها ولبسها وهيبتها بيقولوا بملء الفم إنها مستحيل تكون من عيلة عادية أو غلابة، وطريقتها في الكلام باين عليها من وهي لسه في اللفة إنها متعودة تؤمر وتنهي والكل يخدمها على سنجة 10. ده غير إنها مش باين عليها الخوف أو التوهان زي العيال التايهة العادية. من الآخر كده الدوق والفارس بين مخهم وقف خالص، وما بقوش عارفين البت أيو دي نزلت عليهم من أنهي سما بالظبط. وفجأة دايدة من الخدم دخلت تجري زي المجنونة وهي بتصرخ بالخبر الشوم: يا لهوي يا سعادة الباشا، الهانم الصغيرة أغمى عليها فجأة. الدوق العظيم طبعا طار على أوضتها وسأل المساعد بتاعه مارتن إيه اللي حصل بالظبط. والمصيبة إن لا مارتن ولا الخدم كلهم كانوا عارفين البت أغمى عليها ليه. حكوا للدوق كل اللي حصل وقالوا له إن الدكتور كشف عليها حتة حتة وأكد إنها سليمة 100% وصحتها بومب. الدوق اتعصب قوي وزعق فيهم وقال لهم: إيه الهبل والعبط اللي بتقولوه ده؟ إزاي يعني؟ تصدقوا الكلام ده؟ طفلة طبيعية وسليمة تقع من طولها كده مرة واحدة؟ وفي اللحظة دي بالذات صاحبتنا أيو فتحت عينيها وكانت حاسة إنها زي الفل وما فيهاش الهوا، وراحت بكل ثقة أمر الدوق الأشقر الواد القمر ده إنه يسكت خالص ويقفل بقه. وبعدها فجأة اتقمصت دور الضحية وبان عليها الرعب وانكمشت على نفسها وهي بتصرخ: مش هديكوا دمي، مفيش حد هيلمسني أو يسحب مني نقطة دم واحدة. السامعين كلهم جرالهم ذهول وصدمة مفيش بعد كده، والخدم وشهم جاب ألوان لأنهم عارفين إن الدوق دلوقتي هيبصلهم بنظرة مرعبة وهيلف ويسألهم بنبرة تخوف: انتوا هبتوا ايه مع البنت دي عشان تعمل كده؟ وطبعا المدير والخدامين قعدوا يصوتوا ويحلفوا بأغلى ما عندهم إنهم مظلومين وعمرهم ما لمسوها. الدوق نفسه ما كانش مصدق إن في حد بقلب ميت يجرؤ يأذي طفلة جوه قصر الدوق العظيم. بس فجأة خطرت على باله فكرة مرعبة طيرت عقله: يا خرابي، ليكون البنت دي ضحية من ضحايا عصابات تجارة الدم غير المشروعة. أصل في الإمبراطورية دي في كذا تشكيل عصابي، بتوع تجارة العبيد بيسرقوا دم الأطفال الصغار عشان يبيعوه ويكسبوا منه فلوس. أيوة كده كل حاجة بقت مفهومة. ده اللي يفسر ليه البنت ما عندهاش عيلة ولا فاكرة اسمها الأخير إيه. يا عيني عليها يا ناس، قطعت قلبي. يا ترى البنت دي شافت قد إيه عذاب ووجع نفسي وجسدي. الدوق حس بالذنب والمسؤولية كحاكم للإقامة. دلوقتي أهم حاجة عنده إنه يهدي البنت المرعوبة دي. وفي الوقت اللي الدوق كان شارد فيه وبيرتب أفكاره، الليدي آيو صحيت واتفاجئت بإن من ساعة ما نامت عدى 11 ساعة. الناس اللي عاوزين يشفطوا دمها زادوا قوي. الأوضة بقت مليانة ناس ووشوشهم كلها شك وريبة وتخوف بلد. أيو قعدت تصوت وتعيط أكتر، ما كانتش عاوزة تموت ميتة هبلة زي دي. وفي اللحظة دي بقى الدوق العظيم طبطب على راسها بكل حنية وقال لها عشان يهديها: ما تخافيش يا قمر، طول ما أنا هنا محدش هيقدر يمس الشعرة منك، اطمني خالص وما تخافيش. بس أيوة اللي عندها عقدة الشك في الناس من زمان لما لقيت الدوق بيكلمها بالحنية واللطافة دي كلها خافت أكتر وشكت فيه. قالت: أكيد الواد المز، اطمني خالص ومحدش هياخد دمك، أنا جسمي فيه دم أكتر منك بكتير، هاخد دمك انتي ليه يعني؟ بس قوليلي بصراحة، مين اللي هددك وعملك الرعب ده كله؟ أيوة فضلت تبصله وتوزن كلامه، وبعد تفكير قررت تثق في الدوق العظيم. بس قبل ما تنطق بكلمة وتقول على اسم اللي رعبها، المتهم دخل برجله. الكائن ده ما كانش غير واد الحتة الأشقر أهين. أول ما دخل الأوضة
هددها يسحب دمها كله، ومن كتر الرعب راحت مغمى عليها تاني. يا عيني عليك يا آهين، البطل بتاعنا لقى نفسه في مصيبة من غير ما يعمل حاجة، وقعد يحلف ويعيط ويفهمهم عشان ينضف سمعته من التهمة دي. والأيام جريت وعدى أسبوع بحاله على نزول الليدي أيو لدنيا البشر. بعد ما فاقت، الضوء العظيم حل سوء التفاهم ده وخلاها تطمن، بس بما إن طبع صاحبتنا دي شقي وحركي وما بتقعدش في مكانها وزي الزيبق، القعدة في القصر خليها تزهق وتتخنق وعاوزة تتنطط. والحسن طارت بره القفص ووافقت فورا، بس الأول كان لازم يستأذنوا من صاحب القصر. وفي نفس الوقت واد القمر آيهين كان وشه شبرين من كتر الزهق والغم، لسه شايل في قلبه متغاظ من البت الشقية دي اللي لبسته في الحيط، واتبلى عليه وخلاه يتبهدل عشان يفهم أبوه إنه ما كانش قصده يسحب دمها. هو كل اللي قاله إن اللي من نفس الدم بيبقوا عيلة وبس. وطبعا بعد ما أبوه عاقبه وخلاه يركع على ركبه، الحقيقة ظهرت وسوء التفاهم اتصلح. بس أبوه قال له آسف ببرود ومشي وسابه. طيب ومين بقى اللي يعوض مشاعره اللي اتجرحت ونفسيته اللي اتدمرت دي؟ كل ما آهين يفتكر الموضوع دمه يغلي أكتر، وحلف في سره وقال المرة الجاية لما أشوف البت دي مش هسامحها أبدا. لو قعدت تعيط وتترجاني وتبوس رجلي مش هعبرها. ويدوب بيفكر في كده، لقى البت جاية برجلها لحد عنده. راح باصص لها بكل شموخ وقال لها اسمعي بقى يا حلوة، النهاردة هعرفك مين الكبير وصاحب الكلمة في البيت ده. أيوة طبعا ما كانتش فاهمة يعني إيه كبير دي أصلا. راحت جارية عليه بكل براءة وقالت له هو أنت اللي هتفسحني بره القصر يا شاطر؟ ومال مالك متنح وواقف زي الصنم كده ليه؟ هو في حاجة على وشي عشان تبصلي بالدقة دي كلها؟ والسر في تنيحة آهين إنه لقى البت ملامحها حلوة وكيوت قوي النهاردة، بس لحق نفسه وقال لا يا آهين، إياك وشها البريء ده يخدعك. وراح لآدم نفسه قلم خفيف على وشه عشان يصحصح، وقال لنفسه اوعى تنسى البت المكرة دي عملت فيك ايه ولبستك تهمة ازاي. وفي اللحظة دي بقى الخدامة رين جهزت ونزلت تجري عليهم وهي متحمسة، وقالت لآهين يا سيادة اللورد الصغير، الضوء خرج النهاردة يتفقد الإقليم، فكنت عاوزة استأذن حضرتك اخد الليدي آيو وننزل الشارع نشتري شوية حاجات. ويا لهوي على المفاجأة، الواد القمر وافق بمنتهى الكرم، لا وكمان صمم يروح معاهم بنفسه. يا ليلة بيضة، دي هتبقى فسحة ملوكي. بصراحة ما كانش عاوز يسيب البنت تخرج مع الخدامة لوحدهم عشان قلبه ما كانش مطمن عليها خالص. نزلوا 3 يلفوا في الشوارع، والخدامة رين ما شاء الله عليها صحتها بمب، قعدت تجري وتشتري من المحلات كل السقة اللي يعجبها لليدي الصغيرة. آهين حس إن اللف ده زي الحصان البري هيهد حيل البت السكر دي. وفعلا يدوب مشيوا شوية وآيو راحت شد بنطلونه وهي بتشتكي وتقول أبوس إيدك وقف الست دي، مش عاوزة اشتري حاجة تاني خلاص، رجلي وجعتني قوي. آهين ضحك وقال في سره كنت عارف، وطلب من الخدامة تكمل لوحدها، وأخد البت وراح يقعدوا في محل حلويات شيك. ريحة الزبدة والحلويات فيه كانت تجنن وتسيل اللعاب. أيوة كانت هتموت وتاكل، بس في اللحظة دي جري كابتن من الفرسان ونادى على آهين عشان موضوع مستعجل قوي. الواد اضطر يسيبها لوحدها ويروح يخلص الشغل. أيوة شافت إن دي فرصة العمر عشان تاكل من الطين اللذيذ اللي بتحبه. راحت تزقق آهين عشان يمشي، ووعدته إنها هتفضل مؤدبة ومش هتعمل مشاكل خالص. أول مشي راحت أيوة منادية بصوت عالي وبكل ثقة يا واد يا بتاع المحل، هاتلي أحسن طينة عندكم هنا، خليني أدوق. بعد شوية وآهين واقف في الشارع بيخلص الشغلانة، سمع فجأة صوت صريخ وعياط البت جاي يرن في ودنه من ناحية محل الحلويات. الواد رغم إنه عصبي بس قلبه حنين على أخته ومستحيل يسيبها.
ساب كل حاجة في إيده وجري زي البرق يشوف ماله الحبل السري ده. لقى أيو بتعيط وتشهق وتقول إن صاحب المحل بيستهزئ بيها وجايب لها طبق طين معفن وريحتها وحشة عشان تاكله. الراجل صاحب المحل كان هيموت من الحيرة وقال والله أنا عملت اللي هي طلبته بالظبط، محلي بيبيع كيك مش طين. بس عشان الزبون دايما على حق ومعاه قرش يسوى قرش، الراجل طلع جنينة المحل وجاب لها طين حقيقي عشان يرضيها. بعد الفضيحة الكوميدية دي، الخدم قعدوا يعلموا أيو شوية كلمات أساسية وعرفوها إن البسكوت المقرمش اللي شبه الطين ده اسمه بسكوت. ومن ساعتها البت مبقتش تبطل تطلب تاكل بسكوت 5 مرات في اليوم، لدرجة إن الشيفات في المطبخ تعبوا وما بقوش ملاحقين خبز. والخدامة رين قعدت تسيسها وتدلعها بالعافية عشان تبطل تاكل بسكوت بدل الأكل الحقيقي. بس بعد كام يوم من الهدوء رجليها أكلتها تاني ونفسها تخرج تتفسح زي المرة اللي فاتت. بس للأسف الخدامة قالت لها معلش يا فندم يا صغيرة، الخروج من القصر لازم بإذن من الدوق العظيم أو سيادة اللورد أهين، وحظنا وحش النهاردة إن الاتنين مش موجودين برا البيت خالص. أيوه حست بقمة الإحباط. مين يصدق إن إلهة عظيمة فوق البشر كلهم يجي عليها يوم تقعد مستنية إذن من بني آدم عشان تخرج خطوة برا الباب؟ الخدامة لقيتها بوزت كده، راحت قايله لها خبر حلو يفرح قلبها. النهاردة بالليل الضوء العظيم هيرجع بدري عن ميعاده، شكل معاليه قلقان عليكي قوي وما قدرش يستحمل الغربة، عشان كده قصر السفية ورجع جري. مين يستحمل يسيب بنوتة زي السكر كده مستنياه كل دقيقة وثانية بالمنظر ده؟ أيوة، هنا لقطت كلمة جديدة، يعني الضوء الأشقر ده ينفع تقوله بابا؟ والخدامة قعدت تشجعها وتقول لها أول ما يرجع يا قمر جري عليه وسلمي، ترحب بيه بحرارة وتتكلم معاه يا بنات. وبما إنها مستنية، أيوة قعدت متمطعة على السرير بتقرأ كتاب، والملل كان هيموتها يا عيني. وفجأة افتكرت إنها صحيح ممنوعة تخرج برا القلعة، بس محدش منعها تتمشى جوه سوره القلعة دي. وعشان كده البت قررت تخرج تتدلع وتتمشى وتشم ريحة الورد والشجر بملء صدرها، وجريت بلهفة تتفرج على الجنينة التحفة دي اللي مليانة ورد غريب وجميل. وقالت لنفسها من النهاردة كل يوم هاجي ألعب هنا، أنا خلاص هأجر المكان ده لحسابي. وبوم، فجأة طلعت لها نحلة عسلية من تحت الأرض وبكل بجاحة قرصت وش إلهتنا الصغيرة. أيوه اتعصبت جدا وقعدت تشتم في النحلة، بس النحلة طلعت حمقية وعصبية هي كمان، كشرت وقالت لها ده مكاننا يا ماما. بس أيوه مش من النوع اللي بيتفاهم مع حشرات، وصممت إن النحلة تعتذر فورا عشان تسامحها. بس يا خيبتها النحلة ما حسيتش بغلطها ونادت على عيلتها كلها، وجيش النحل كله هجم وطرد الإلهة المسكينة وهي بتجري وشرار بيطلع من رجليها. أيوة جريت بأقصى سرعة عشان تهرب من عصابة النحل دي لحد ما الدنيا ضلمت كحل وتاهت في حتة غريبة ما تعرفهاش. البت بقت تبص حواليها برعب ومش عارفة طريق الرجوع للقلعة، وكمان كملت بغراب اسود قليل الأدب وعينيه حمرة وقف على شجرة، قعد ينعق بصوت عالي خض أيو وخلاها تترعش من الخوف. ده كمان طار عليها بالظبط، البت كانت هتموت رعب. وفي اللحظة دي بالذات سمعت صوت دافي ورجولي مألوف بيقول يعني انتي تهتي ووصلتي لحد هنا؟ وقالت له يا بابا، وراحت رمية نفسها في حضنه بكل قوتها. الدوق اتصدم صدمة عمره لدرجة انه رجع لورا من المفاجأة. ايو قعدت تعيط وتقول له يا بابا انت اتأخرت كده ليه؟ انا كنت هموت من الرعب. الدوق وقف متنح كذا ثانية وسألها بذهول هو انتي قلتي ايه حالا؟ انا بابا مين يا بنتي؟ بصوا يا بنات، اليوم ده كان طويل ومهلك للدوق العظيم، لف في أرضه الواسعة وسأل على كل الفلاحين في المزارع، وبعد ما تعب وطلع عينه وجاب آخره ركب عربية خيل ورجع جري للقلعة، وقال لنفسه النهاردة لازم أنام نومة ملكي وارتاح بجد. بس الدنيا دي غدارة وما بتسيبش حد في حاله حتى لو كان الدوق بجلالة قدره.
أول ما عربية الخيل بتاعته وقفت قدام باب القلعة، سمع صوت الخدم أيدين الدنيا حريقة وبيصرخوا ويدوروا على الأنسة الصغيرة اللي اختفت. ولما جه رئيس الخدم العجوز وحكاله وهو بيموت يدور عليها، وبما إن الكل قلبوا القصر حتة حتة وما لقوهاش، الدوق خمن إن البت أكيد راحت تلعب في الجنينة وتاهت في الغابة. وقعد يقول لنفسه البت دي حجمها أصغر من صباع الموز، بس جايبة الطاقة دي كلها منين؟ عشان تعمل مشاكل طول اليوم كده؟ وأي تمن كان لازم يلاقيها قبل ما تقع في إيد الحيوانات. كانت راحة غريبة ملت قلبه، وبعدها البت راحت جارية وحضناه بقوة وقالت له يا بابا، وده اللي خضه بجد. وبعد ما رجعوا القلعة وهم ماسكين في بعض، جه طبيب العيلة عشان يساعد أيو ويطلع شوكة النحل من جسمها الصغير. البت من كتر الوجع قعدت تصرخ وتعيط بصوت جاب آخر الشارع. الدوق كان واقف في ركن وهي حضناه وبتقوله يا بابا بكل عفوية. ولما فكر فيها لقى إن حتى ابنه الحقيقي آهين ما قالوش الكلمتين الحلوين دول قبل كده خالص. بعد ما الإسعافات الأولية الخدم وهو نفسه كان هيموت من التعب وعايز يروح أوضته ينام ويفوق، بس آيو ما رضيتش أبدا. البت قفشت في قميصه بوش مليان قلق وقالت له انت هتسيبني كده وتمشي؟ فرضا النحل القليل الأدب ده جه وقرصني تاني، أنا خايفة قوي. الدوق حاول بكل الطرق يهديها. هتصدقوا طبعا شافت كام غراب اسود على البلكونة وعينيهم الحمرة بص عليها بالظبط، وراحت جاية على الدوق وحضنته وهي بتعيط وتصرخ ومش عايزاه يمشي خالص. الدوق عرف ان آيو في الآخر لسه طفلة صغيرة مهما كانت عنيدة أو غريبة قدام الكائنات اللي بتخوف دي بتتحول لكتكوت مبلول. لما شاف منظرها كده ما هنش عليه يسيبها، وقرر يقعد معاها ويعمل اللي هي عايزاه عشان تطمن وتنام كويس. وطلب أيو كان بسيط جدا، يا بابا خليك جنبي وحرسني لحد ما اروح في النوم خالص. ومش قصدي تقف جنب السرير أو تقعد بعيد كده، لأ، لازم تنام جنبي وتلزق فيا عشان ما خافش. الضوء سمع كلامها زي الألف، والبت نامت نوم عميق وحلو. والمفاجأة يا بنات، وهو باصص عليها وهي نايمة حس فجأة كأنه بقى عنده بنوتة بجد. والإحساس ده صراحة ما كانش وحش خالص، ومن كتر التعب الدوق حضن البت ونام هو كمان. بس الفكرة بقى في نص الليل، البت آيو كانت بتلعب كاراتيه وهي نايمة، وادت لباباها كام بنية فوقته من النوم. ساعتها الدوق حس بمعاناة الأمهات اللي بيربوا أطفال بجد. إحساس إنك تصحى على بنية من ابنك في نص الليل كأنك في كابوس. بعد أسبوع كل ما يجي وقت النوم تلاقي آيو تجري على أوضة الضوء وتنادي بأعلى صوت، يا بابا انت لسه بتشتغل لحد دلوقتي؟ يلا تعالى حرسني في أوضتي، معادي نومي قرب. الضوء سألها باستغراب، ايه يا ست هانم، هو انتي ناوية تخليني حرسك كل ليلة ولا ايه؟ آيو شافت ان ده طبيعي جدا ومش محتاج سؤال، وقالت له بكل ثقة، كل ليلة بسمع الغيبان السودة دي بتعيط بره الشباك، مين عارف يمكن يتجننوا بالليل ويكسروا الشباك ويهجموا عليا، الأحسن تيجي تحرشني وانا نايمة. ومن غير كلام كتير الديوك كان عاجز تماما وهيموت من النوم يا عيني، لأنه بقاله أسبوع كامل كل ما ينام جنبها ياخد له شلوت في وشه يصحي 3 أو 4 مرات في الليلة، وكان لازم يحل الحوار ده وينهيه. بس الموقف كان محير بجد. ولما مشيت آيو وراحت أوضتها، رئيس الخدم مارتن اقترح على الضوء إنه يبدأ يخلي البنت تتعلم وتدرس، وقال صحيح هي لسه صغيرة ومش لازم نضغط عليها بحاجات صعبة، بس على الأقل تتعلم أصول الإتيكيت والترحيب وتقرأ وتكتب عشان تتعود. الضوء ما جاش في باله الموضوع ده خالص، لأنه كان فاكر إنه مهتم بآيو لفترة مؤقتة بس، ولما يدور ويلاقي أهلها الحقيقيين هيرجعها ليهم فوراً. بس كل ما يدور الدنيا تتقفل في وشه أكتر وما بقاش عارف هيسيبها إمتى. فعشان كده وافق على كلام رئيس الخدم وأمره يجيب مدرسة خصوصية للأنسة الصغيرة في أسرع وقت،
وتاني يوم الصبح على طول مارتن جاب مدرسة محترفة اسمها مارثا، عندها خبرة 10 سنين في تربية عيال الأكابر. بس الصراحة هي عمرها ما شافت حالة مستعصية زي دي. التلميذة الصغيرة ما كلفتش نفسها حتى تقوم تسلم عليها، وأول ما المدرسة دخلت لقيت البت متمطعة على السرير. لما رئيس الخدم عرفها على المدرسة مارثا، أيو رفضت فوراً. البت مش فاهمة هي ليه كإلهة لازم تتعلم تعليم البشر، هي هنا ضيفة لفترة قصيرة وخلاص يا بنات. وفي نفس الوقت الشاب العسول أهين خلص حصة الأدب المملة بتاعته. الواد ما بيحبش غير حصص السيف واللعب بره، وبعد يوم طويل ومهلك من المذاكرة رجع أوضته عشان يرتاح شوية. بس أول ما فتح الباب اتفاجئ بأخته العنيدة مستخبية جوه الأوضة ومغطية نفسها بالستارة كلها. وبعد ما سألها عرف إنها هي كمان بتكره المذاكرة وبتهرب من المدرسة. البت كان وشها جايب ألوان وبتبرطم وتقول: البشر الرخمين دول بيجبروني أتعلم حروف غريبة مش فاهمة منها حاجة، وكمان عمالين يزنوا فوق دماغي عن قواعد إزاي أكون بنت الدوق المحترمة وقرف كده. أنا مالي ومال الكلام ده كله؟ لما شاف أخته بتعيط ومنهارة، أهين حب يطبطب عليها وقال لها: يا حبيبتي ما تضايقيش نفسك عشان شوية حروف عبيطة زي دي. لما تكبري وتوصلي سني هتعرفي إن القراية مفيدة جدا، لأنك هتقدري تقري كتب جميلة وتزودي معلوماتك. عمرك سمعتي جملة العلم نور والجهل ضلمة؟ لو بقيتي شاطرة وذكية في المستقبل، الناس اللي شغالين تحت إيدك هيحترموكي ويخدموكي بكل حب. وأكيد انتي مش عايزة تعيشي والكل بيقلوا بأدبهم معاكي، صح؟ الكلمتين دول جم على الجرح بالظبط يا بنات. البت عاشت 200 سنة وهي حاسة بالإهانة والتقليل من شأنها، والمرة دي هي مش عايزة ترجع تحس بنفس الوجع ده تاني أبداً. بس الدروس كانت خنيقة وتجيب الضغط، ومجرد التفكير فيها بيخلي آيو تعيط. أهين حب يعمل فيها الخبير وقال لها: أنا حاسس بيكي وعارف مخنوقة إزاي، وعشان كده هعمل معاكي خطة سرية تديكي طاقة للمذاكرة. وراح مطلع بسكوتة بالشوكولاتة وقال لها: كل ما تخلصي درس هديكي بسكوتة عسل زي دي. ومن اليوم ده طباخين القصر بقوا يخبزوا بسكوت لدرجة إن المريالة كانت هتقع من عليهم من كتر الشغل. والمدرسة مارثا لما شافت البت بتذاكر بضمير عيطت من الفرحة، مع إنها معترفة إن البسكوت جاب نتيجة أحسن من طريقتها في التدريس. ميزة آيو إنها لما يكون في بسكوت بتتحول لعبقرية وبتفهم في ثانية. بس العيب القاتل إن البسكوت لو خلاص انسوا المذاكرة تماماً. والبت الذكية دي كانت عارفة مميزاتها وعيوبها كويس قوي. ميزتها إنها بالنهار بتموت نفسها في الشغل وتبيع نفسها ليك. يا جماعة ده أنا بسهر طول الليل أقرأ الروايات التحفة دي عشان أعمل لكم ريفيو، وقبل الفجر كده بحاول أفتح عيني بالعافية ليه عشان أستمر وأبدع كل يوم. وكمان لو حابين تدلعوني بكوباية قهوة أو شاي بلبن تقدروا تدعموني على رقم الحساب اللي في الوصف أو كود QR اللي على الشاشة. ميرسي ليكوا جدا يا أحلى صحاب. ويلا نرجع لقصتنا. بس طبعا كل حاجة في الدنيا دي ليها حدود، حتى قوة تحمل المعدة. بعد كام يوم من تفاصيل أكل البسكويت، الأمورة أيو بطنها وجعتها جدا لدرجة مش قادرة تستحملها، وده خلى أخوها القمر أهين يتخض عليها ويطلب الدكتور بسرعة يلحق أخته الصغيرونة. وبسبب وجع البطن وحرمانها من البسكوت، مهما قعدت المدرسة تترجاها، آيو شمرت فستانها وجريت ورفضت تذاكر تماماً. الأخ أهين حس بصداع هيفجر دماغه، خصوصاً بعد ما الدكتور هزقه ونفخه عشان ساب أخته تاكل كل البسكوت ده مرة واحدة. ومن هنا ورايح الأمورة ممنوعة من الحلويات تماماً. الدكتور نبه على أهين إن مهما عيطت أخته وصعبت عليه مش لازم يخليها تلمس بسكوتة واحدة تانية. الولد جاله هبوط حاد في التفكير، لأن البسكوت كان الكارت الوحيد اللي بيغري بيه البت عشان تذاكر، ودلوقتي مش عارف هيعمل ايه. أيو دي أصلا عايشة في مية البطيخ، لا فارق معاها فساتين ولا مجوهرات زي بقية البنات. فجأة واحدة من الشغالات
شافت حيرة الشاب الوسيم ده فقالت له على فكرة جهنمية تخلي الأمورة تذاكر. لو شطورة وسمعت الكلام أخوها هياخدها يفسحها في البلد. الحركة دي مفعولها السحر، وآيو بلعت الطعم فوراً. البنت أصلاً زهقت وطقت من القعدة في القصر والملل، وبما إن الخروج لوحدها خطر، العرض اللي قدمه لها أهين ده كان لقطة وما يتفوتش. وبعد مذاكرة حامية وطحن لدرجة إن عيونها كانت هتطلع من مكانها، أخيراً بطلتنا العسولة اتظبطت واتشيكت عشان الأخ المزي ياخدها ويهيصوا في الشارع. وقبل ما يخرجوا الشغالات وصوها كويس جدا: يا فندم لازم تفضلي ماسكة ايد اخوكي وما تجريش يمين وشمال عشان ما تتوهيش. وطبعا عشان الخروج والفسحة أيو كانت موافقة على أي حاجة. مسكت ايد اخوها أهين جامد وهي ميتة من الفرحة ووشها منور في الشارع. بس يا عيني الاتنين أمارات وشكلهم ملفت جدا لأنهم ولاد الدوق الأكبر، وطبعا عيون الناس مش سايباهم والهمس واللمز شغال وراهم مطرح ما يروحوا. وهم ماشيين في عطفة كده قابلتهم شلة بنات من الطبقة الراقية وقعدوا يشاوروا على البيت علنا ويتوشوشوا: شايفين البت دي؟ دي بنته غير الشرعية للدوق الأكبر، وبيقولوا إنه مدلعها على الآخر، بس الصراحة باينة دي هي والولد أهين شبه بعض زي فصين توم، ده بنسبة كبيرة هيعترفوا بيها رسمي كبنت الدوق الأكبر. فجأة واحدة شعرها بنفسجي ورخمة من وسطهم قالت: بلاش هري وفتي يا بنات، الموضوع ده مستحيل يحصل أصلا. أنا مش متخيلة أبدا إن الدوق الأكبر يقع في غلطة مخزية زي دي. البت دي كانت متغاظة على الآخر عشان الفترة الأخيرة كل ما يا لهوي مود البنت الصفرة دي اتدمر خالص بسبب الدوق المغرور والجامد ده. لما أهلها بعتوله جواب جواز ما عبرهم، وفضلت تسم بلسانها التوكسيك على بقية البنات الهوانم وتقول لهم: يا بنات انتوا عارفين ليه الدوق مخبي البنت دي؟ وفجأة في اللحظة دي في صوت طفل قوي وجامد رد عليها وقال: انت ازاي تتجرأي تتكلمي بقلة الأدب دي وتتبلي على أبويا؟ أبويا ده يبقى الأخ الوحيد للإمبراطور وهو الدوق الأوحد في الإمبراطورية دي، حتى لو أبويا عنده بنت غير شرعية. فالمهم إن بيجري في عروقها دم ملكي. واحدة أرستقراطية زيك مش من حقها أبدا تهين الطفلة دي. انتي ممكن تتدبسي في تهمة إهانة العيلة المالكة وتاخدي عقاب مش هيعجبك خالص. البنت اللي شعرها بنفسجي دي لسه مش خايفة ومش هممها حد، لفت راسها وعرفت إن اللي بيهددها ده هو الشاب أهين ابن الدوق الغالي. راحت ضحكت باستهزاء وقالت: أنا ما قلتش حاجة غلط، البنت دي لسه بيجري في عروقها نص دم بيئة، فمهما خلطتوه بأي دم ملكي مش هيغير أصلها البيئة أبداً. الشاب آمين كان هيتفرقع من غضب، وقبل ما يعمل أي رد فعل سمع صوت أخته أجيو الشقية وهي بتقولها: يا اللي اسمك إيه أنتي يا أم شعر بنفسجي؟ أنتي فتحتي بقك وقلتي إيه دلوقتي يا عسل؟ شايفة نفسك مين عشان تتنططي عليا كده؟ الهانم أم شعر بنفسجي دي اتجننت ورفعت إيدها عشان تديها قلم يطير الوش، بس أجيو كانت أسرع وخبطتها بشلوت في كاحل رجلها خلاها تشوف النجوم في عز الظهر. بعد الخناقة دي في الشارع الشاب أهين رجع البيت وكلم أبوه عشان يعاقب أهل البنت أم شعر بنفسجي دي بتهمة إهانة عيلة الدوق. الولد طلب من أبوه إنه لازم يأدبهم جامد لأن حتى لو أغيوا بنت غير شرعية فهي في الآخر من دم ولحم عيلة كلاودي بتاعتنا. الدوق لما سمع كده بخ الشاي من بقه من الصدمة وسأل ابنه هو مش مصدق: انت قلت ايه يا واد؟ قبل ما أهين يرد على أبوه الباب اتفتح فجأة ودخل الفارس جين بسرعة ووشوش في ودن الديوك إن الناس بره جايبين في سيرتهم وبيقولوا إن البنت اللي لقوها اليومين دول هي بنت الديوق غير الشرعية. الديوق اتشل وسأل: يا لهوي ازاي الناس طلعت الإشاعات الفاشلة دي؟ نشروها ازاي؟ أنا صحيح ما قلتش أصلها إيه، بس جيبوا منين إن البنت دي بنتي؟ الفارس بصله بقلة حيلة وقال له: يا مولانا بص عليها كده كويس، أجيو دي شبك طبق الأصل. الدوق فكر فيها ولقى إن فعلا عنده حق.
سكت ودخل في حالة من التفكير الجامد وخلى الولد أهين مش فاهم حاجة. الدق مش عارف يبدأ منين حل المشكلة دي. فجأة دخل الخادم الكبير مارتين وصرخ بصوت عالي: كلنا عارفين إن سيدنا راجل عاقل وحكيم، بس حتى لو وجود الآنسة أجيو هيأثر على سمعتك، فمش لازم تبان خيب الأمل وقاسي كده. في الآخر البنت دي من دمك ولحمك ومش ذنبها حاجة. يا لهوي على البنت الغلبانة دي. لما سمع عياط الخادم، الدق والفارس جين كانوا مش قادرين ينطقوا من كتر الصدمة، وكمان الولد أيين بان عليه الزعل وقال له: أنا كنت فاكرك راجل مسؤول يا بابا، ما شفتش إنك تكره أختي أجيو للدرجة دي. الدق مظلوم ظلم الحسن، مش فاهم ليه كل الناس نازلين فيه تهم وتقطيع كده على بنت غير شرعية مش موجود في الدنيا أصلاً. كان عايز يدشدش الإشاعات دي في أسرع وقت، بس فجأة افتكر إن المشاكسة أجيو دي لسه ضربة واحدة من بنات النبلاء في الشارع. لو الناس عرفوا إنها بنت عادية من عامة الشعب كانت هتتعدم في اللحظة. وهو حاطط إيده على راسه وبيفكر، دخلت عليه كورة المشاكل أجيو. البنت دي مش مكسوفة خالص ودخلت تنادي: بابا أنا اتعورت، تعالى عالجني بسرعة. وهي بتقول كده رفعت إيدها المتخربشة. الضوء فضل مبحلق فيها لمدة ثواني كويسة، بعدين فاق ونادى على حد يشوف الجرح ده. بعدها بشوية أبو وبنت، البنت أم شعر بنفسجي، جاءوا جري لحد قصر الضوء وركعوا على الأرض بيترجوا السماح. الضوء خد أجيو معاه للصالة عشان تشوفهم وهم بيعتذروا. الراجل الجامد ده خلى اللي غلطوا يعتذروا للبنت نفسها، فالأب وبنته طقطقوا راسهم واعتذروا لأجيو الصغيرة. الضوء ادها الحق تعاقبهم زي ما هي عايزة، وهي اختارت عقاب عنيف قوي. قال إيه؟ ممنوع عليهم ياكلوا أي حاجة لمدة 3 أيام، حتى التسالي. لما لقت وشوش الناس كلها اتخضت، أجيو حست إن العقاب ده ممكن يكون قاسي شوية، فراحت قالت يمكن يشربوا مية عادي. الكل كان بيضحك إلا الأب وابنه الجناه، قعدوا يعيطوا من كتر ما البنوتة الصغننة دي طلعت سكر وعسل، وكمان قلبها طيب وبتسامح يروحي عليها. وفي الليلة دي بقى حضرة الضوء الكبير، الواد القمر بتاعنا ده، كان قاعد بيشتغل وعقله هيطير من كتر التفكير. قال لنفسه خلاص يا واد يا ضوء، الأمور وصلت لمرحلة ما ينفعش نرجع فيها، ولازم أتبنى البنت دي وأربيها أحسن تربية وأخليها الست البنات. وفي اللحظة دي بالظبط دخل عليه الفارس بتاعه ومعاه أمر ملكي مستعجل من القصر. الإمبراطور جلالته بعت يطلب من الضوء إنه يجيب البنوتة القمر دي بكرة الصبح ويروحوا يقابلوه في القصر. وطبعا تاني يوم الصبح ما كانش قدامه غير إنه ياخد البنوتة الصغيرة، أيوة، ويدخل بيها القصر. هو طبعا كان عارف كده إن أخوه الكبير هيجرجروه عشان يستجوبوا ويسألوا عن اللي بيحصل، بس يا لهوي ما كانش متوقع أبدا إن اليوم ده هيجي بالسرعة دي. أخو الدوق ده بقى هو الإمبراطور اللي معروف عنه إنه قاسي وجبار، ورغم إنه بيحب أخوه الصغير الوحيد اللي هو البطل بتاعنا حب أعمى، إلا إنه أول ما مسك الحكم طير رقاب كل إخواته غير الأشقاء ووداهم الآخرة بلا رحمة. وفجأة كده البنوتة العسل دي نادت وقالت بابا. الضوء اتخض وعقله رجع للواقع بعد ما كان سارح، وبص لقاها البت كانت بتشاور له على السحاب اللي على شكل بسكوت في السما، وبتزن عليه وتقول له يا بابا بص بسرعة قبل ما يختفوا. الدوق العظيم كان واقف بيدعي في سره ويقول يا رب جلالته ما يكرهش البنت البريئة اللي لسانها طويل وعسل دي. بس يا دوبك دعا من هنا والاستجابة جت من هنا. أول ما تقابله الإمبراطور ظهر وهو بيدلع، أيوة دلع السنين، وقعد يمدح في لطافتها ويقول إن عندها كاريزما قيادة وطريقتها في الأمر والنهي أرستقراطية كده وما تخرش المية. ولما الدوق العظيم لقى رياكشنات الإمبراطور أوفر شوية، حب ينصح أخونا الإمبراطور ويقول له يا عمنا اهدى على نفسك شوية ولم الدور، انت لازم تحافظ على برستيجك وصورتك قدام الناس. بس يا محاسن الصدف الحاجة اللي كان خايف منها ما حصلتش خالص.
فرغم إن آيو لسه بتتصرف بإنها الليدي مسيطرة وبتتحكم في الكل لدرجة إنها بتزعق للإمبراطور نفسه، إلا إن رقبتها الصغننة دي في أمان تام وما حصلهاش أي حاجة. بالعكس بقى، جلالته طلع حنين ومهتم بيها على الآخر، لدرجة إنه بنفسه يا ناس قعد يوريها أحسن أنواع الحلويات ويأكلها في بقها بكل حب وحنان كأنها بنته الحبيبة بالظبط. يا لهوي، الإمبراطور لما شاف آي وهي بتتاخد منه، البت كانت هتموت من الحسرة على طول. يطلع عنده بنت قمر وعسولة ومؤدبة من ورانا كده؟ يا ود يا شقي، كنت مخبي البت السكر دي فين كل ده؟ ده أنا كان نفسي أشوفها من زمان. الضوء الكبير لسه بيفتح بقه عشان يفهموا إن الموضوع سوء تفاهم كبير، بس الأخ المجنون ده ما سمعلوش أصلاً، راح مصوت فيه ومبهدله. يا قاسي يا جاحد، بقى خلف بنت قبلي؟ انت مش عارف أنا نفسي في حتة بنوتة قد إيه؟ ده أنا بقالي 10 سنين حاجة تشل بجد. قولي بصراحة كده، عملتي إيه عشان تجيب البنوتة الكيوت دي؟ إحنا إخوات يا جدع، لو عندك أي سر للخلطة السحرية دي قولي عليها وما تخبيش. الضوء بصله بيأس وقال: بصراحة يا جلالة الملك، أنا لقيت البنت دي في الشارع. الإمبراطور طبعاً ملوش ريال عشان يصدق الهبل ده. البت شبه العيلة المالكة بالملي، كأنها نسخة بالكربون من جيناتهم. يعني هتنزل الشارع تلاقي الكنز ده مرمي كده؟ بس الصراحة حتى الدوق نفسه كان مستغرب جداً من الموضوع ده. هو ذات نفسه مش فاهم إزاي البنت شبهه كده بالظبط، وهو يعني عمره ما كان بيلعب بديله بره. بس يلا، أي تطلع بنت مين مش مهم، هو خلاص قرر يتبناها ويعتبرها بنته، وعشان كده النهاردة جاب معاه كل الأوراق الرسمية. كان ناقص بس إمضاء الإمبراطور عشان آيو تاخد اسم عيلة كارو الملكية العريقة. بس يا صدمتي يا أختي، الإمبراطور راح ماسك الورقة ومقطعها 100 حتة، ورفض تماماً إن اسمها يتكتب في شجرة العيلة الملكية. الإمبراطور قلب فجأة وبقى رخم وبيدور على المشاكل، وبص لأخوه وقال بلقم: وانت سألت رأي أهين الأول؟ موضوع خطير زي ده لازم الولد يعرفه ويوافق عليه، مش هو وريثك الوحيد والشرعي؟ ازاي تهمله كده وما تهتمش بيه؟ أنا مش هفتح السيرة دي تاني ولا هتناقش معاك إلا لو جبت معاك أهين هنا. أول ما خلص كلامه، الإمبراطور اللذيذ ده راح طارد أخوه بره الأوضة وقال له: يلا يا بابا، عندي أشغال ياما، روح لبيتك دلوقتي. الضوء الغلبان ما لقاش قدامه غير إنه يرجع ويسأل ابنه. الشاب الحليوة أهين استغرب جدا لما عرف إن الإمبراطور رفض طلب أبوه. مش العادي إن الإمبراطور بيوافق على طول لأبوه من غير تردد، بس المرة دي غريبة قوي. الإمبراطور صمم إن رأي أهين هو اللي هيحسم الليلة ويخليه يوافق يضيف آيو لشجرة العيلة. الضوء فضل يفكر يمين وشمال، ولقى إن كلام الملك منطقي برضه، وعشان كده مع إنه متأخر شوية قرر يسأل ابنه وياخد رأيه بصراحة. الواد آهين القمر بص على أخته الصغيرة وهي عمالة تاكل في الحلويات بكل براءة، وقال لأبوه: جهز العربة يا بابا، هنسافر القصر فوراً. أصلاً حتى لو اعترضت دلوقتي الطلب اللي اتشحن خلاص، وبعدين وجود أخت صغيرة مش هيهز مكانتي كواريث فوفتة، فما عنديش أي سبب يخليني أرفض تربيتها رسمي. وبصراحة كده أنا بدأت أحب البت آيو دي وأتعلق بيها. وهو بيتكلم راح مغطيها بكل حنية بالبطانية وهي نايمة وراسها على كتفه. يا ناس على جمال والحب. وراح مكمل وقال: وبعدين إحنا لو طردناها دلوقتي، مين العيلة المجنونة اللي هترضى تتبنى طفلة شقية ومصيبة متحركة زي دي؟ الدوك لما سمع كده ابتسم فخرة بابنه اللي كبر وبقى راجل عاقل بجد، وبكل ثقة أخد الولدين وطلع بيهم على الإمبراطور طيران. وأول ما الإمبراطور شاف آيو عمل نفسه مش شايف حد تاني في القاعة وعاملهم معاملة الهوى، وفضل مركز بس في إنه يأكل البت حلويات بإيده. يا روحي عالدلع، ولا كأن أخوه وابن أخوه قاعدين قدامه على الكنبة زي التماثيل ومش فاهمين الإمبراطور بيعمل إيه بالظبط وعقله طار فين. بعد ما زهقوا من الفرجة، آين راح نغز أبوه في جنبه وقال له: يا بابا، صحي أخوك اللي عايش في مية المخلل ده.
الدوق فجأة افتكر هما جايين هنا ليه أصلاً والهدف من الرجوع للقصر الملكي ده، فخاف يكون الإمبراطور جاله صمم مؤقت، فنده عليه بصوت عالي كده. بس يا خيبته، الإمبراطور والباقي نتكلم فيه بعدين. الأب وابنه وقفوا مذهولين. بزيادة يا جلالة الملك، مشغول في إيه؟ في تأكيل البت بسبوسة وهريسة؟ الدوق حاول يمسك أعصابه ويفوق أخوه اللي تاه في ملكوت البت، وقال له: مش جلالتك كنت عايز تسأل؟ رأي آهين. الإمبراطور افتكر وقال: أوبس، صح، بس آهين مش موجود معانا دلوقتي، فمش احنا اتفقنا نأجل الموضوع ده لحد ما يحضر؟ الأب والابن جالهم جفاف عاطفي وجلطة مؤقتة من كتر الغباء، وكانوا خلاص هيموتوا ويخنقوه. يا لهوي، كانوا عايزين يدوله علقة موت تظبط ملامح وشه. بعد ما هدي شوية، آهين رفع إيده وقال بغيظ: يا جلالة الملك، أنا قاعد لبة قدام جنبك هنا اهو. الإمبراطور اتخض وقال له: يا نهار أبيض، أنت جيت إمتى يا واد؟ آهين بصله ببرود وقال له: أنا هنا من أول ما حضرتك بدأت. تاكل أختي الصغيرة بسبوسة. في اللحظة دي الخادمة الذكية فهمت الليلة، وخدت الأميرة آيو تفسحها في جنينة القصر عشان الكبار يتكلموا في المواضيع المهمة. البت طلعت قعدت وسط الورد وبقت تاكل حلويات وتشرب شاي وتعيش اللحظة وتروق على الآخر. بس من شقوتها وقعت حتة كيكة على فستانها، فالخدمة سابتها وراحت تجيب فوطة نظيفة تمسح لها. ولما بقت لوحدها، أيوة حست إنها كلت كمية حلويات رهيبة النهاردة، وقالت لنفسها: الصراحة البشر دول رغم إن ما عندهمش سحر، بس شاطرين قوي في عمل الأكل اللي يجنن العقل، بيعملوا حاجات وهمية بجد. البت كانت زعلانة قوي على الحلويات اللي سابتها على ترابيزة الإمبراطور، وقالت: يا ريتني كنت لطشتلي كام طبق كمان قبل ما امشي عشان أشبع مزاجي. وهي قاعدة لوحدها وزهقانة، فجأة عينيها جت على ولد صغير شعره أصفر وعينيه زرقاء كحيلة في نفس سنها كده معدي من قدامها. راحت مستخبية ورا شجرة وبتراقبه بفضول، وقالت: الولد ده ملامحه مش غريبة عليا ليه؟ شكله كيوت وعسول خالص، ويتحط على الجرح يبرى، والواحد نفسه يهرش له في شعره الناعم ده. يا خراشي على الجمال، هو فوق في الجنة كانوا بيسموا الكائنات الكيوت دي ايه؟ فكرت ثواني وافتكرت ان الكائن الأشقر ده اسمه جارو صغير عسول، وراحت في الثانية مصرخة فيه ومنادية عليه: هاي يا جارو يا صغنون، تعالى هنا بسرعة. الولد اتصدم صدمة عمره وعينيه دمعت، وبص الآية وقال لها بكسرة نفس: ازاي تقولي لي كلام وحش كده؟ وراح عياط وصوات ومنهار من العياط. البت اتخضت وراحت تجري عليه عشان تصالحه، بس البي مش راضي يسكت أبدا. إلهة العصبية والقمص اللي جوه آية طلعت وراح مزعقة فيه وقالت: انت ما عندكش بق تتكلم بيه؟ لو عندك اتكلم زي الناس وبلاش جو المندبة والندب ده. وفي اللحظة دي ظهر ولد تاني شعره أصفر برضه. الولد الجديد شبه العياط بالملي، لدرجة ايه جالها حول في عينيها وبقت مش فاهمة حاجة، وقالت: هو العالم ده فيه جروين توأم كده ازاي؟ يعني بالبلدي كده الجرو اللي بيعيط على الشمال كأنه النسخة من الجرو اللي مكشر على اليمين. أيوة، افتكرت فجأة إن في الجنة مستحيل تلاقي اتنين شبه بعض بالظبط، ولو حصل يبقى واحد منهم مستنسخ من التاني، ودول بيبقوا أشرار بيلفوا ويدوروا ويأذوا الناس. والآلهة كانوا دايما بيقولوا لبعض إن المستنسخين دول جبارين وعندهم قوة مرعبة، ولو دخلت معاهم في خناقة وش الوش مستحيل تكسبهم. حاولت تهدي نفسها وتقول: أنا إلهة وليا هيبتي وكرامتي، ولازم أكون جاهزة أواجه أي شر في الدنيا. الولدين الشقر بصولها باستغراب وهي عمالة تكلم نفسها وتعمل حركات غريبة، بس الواد اللي مش بيعيط كان هو الفايق فيهم، فراح مكشر وبص لآيو وقال لها بقوة: دي جنينة القصر الملكي، ومفيش أي حد عادي يقدر يدخل هنا. انطقي، قولي انتي مين عشان أشوف هعمل فيكي ايه. في اللحظة دي أخوها آهين ظهر وقال: أيوه، بتعملي ايه عندك؟ البت شافت حبيب قلبها وراحت جارية عليه وحضنت رقبته، وهي بتعيط وبتقول:
يا أخويا الحقني، شياطين الاستنساخ ظهروا عايزين ياكلوني، أنا خايفة قوي. أين قعد يطبطب عليها ويقول لها يا حبيبتي الشياطين دي في الأساطير بس ومفيش منها دلوقتي خالص. بس أول ما بص ناحية الولدين الشقر اللي واقفين هناك فهم اللعبة كلها، وراح مفهم أخته وقال لها يا بنتي دول مش وحوش خالص، دول التوأم الملكي ولاد الإمبراطور نفسه، ودول يبقوا ولاد عمنا كمان. الصغير النكدي ده اسمه إيفي، والكبير العصبي ده اسمه كلوت. وفي نفس الوقت الإمبراطور وأخوه كانوا بيتمشوا في الممر، والدوق شاف إن تصرفات أخوه الإمبراطور غريبة قوي النهاردة، فراح مفكره وقال له يا جلالة الملك، انت سمعت رأي آي بنفسك، والولد موافق 100% ومرحب جدا بوجود آيو كأخت ليه. بس الإمبراطور برضو لسه متنح أغلى من حياته نفسها، ولو تبنى آيو كل الناس هتقول إن البت مش متبنية ولا حاجة، وإنها بنته من علاقة تانية، مع إن الضوء مش فارق معاه كلام الناس ده خالص، وقال للإمبراطور بلاش تشيل هم ملوش لازمة، ومضيلي على ورقة التبني دي وخلاص ريحني. بس الإمبراطور صمم على رأيه وراح مزعق وقايل انت مش فاهم أي بتنجان خالص، انسى الموضوع ده دلوقتي لحد ما الإمبراطورة ترجع من السفر والفسحة بتاعتها، وبعدين نبقى نشوف هنعمل إيه. الضوء كان هيتجنن ومش فاهم الإمبراطورة مالها ومال الموضوع ده أصلا، ولسه هيعترض إلا وسمعوا صوت خناقة وصريخ جاي من الجنينة. الأمير إيفي كان عمال يشتم آيو وبيقول لها يا بنت حرام ومن الشارع. أيا طبعا ما سكتلوش، وراحت رداله القلم قلمين وقالت اتلم يا واد يا نكدي واتكلم بأدب، أنا ابنة الضوء الكبير يا عينيا، سامع ولا لأ؟ أهين وقف يدافع عن أخته، بس الأمراء الاتنين كانوا لسه شايفين إن البت دي لسانها طويل ومش من مستواهم، ومستحيل تستاهل الضوء يتبناها، وحتى لو حصل وتبناها هتفضل برضو أصلها واطي ومش من توبهم. الأمير كلوت قرر يتدخل ويدي البت دي الدرس عشان يعلمها مقامها وتعرف. في وسط الحفلة كده قام البيه معلن قدام الكل إن البت أجيو قلت أدبها على الأمراء الاتنين، وإن لو طير رقبتها دلوقتي محليش هيقدر يفتح بقه ولا يعترض. لا وكمان رافع مناخيره في السما وبيقول لها بكل غطرسة استني عليا بس، هروح اشتكيكي لبابا يروقك ويعاقبك أشد عقاب. تخيلوا يا بنات السهوكة. ملامح أجيو اتنحتت شوية، فالأمير افتكر نفسه نجح يخوفها وركبها الرعب. بس على مين؟ البت طلعت ذكية بس بتستعبط، راحت سألة بكل برود أبوك مين؟ بابا يعني؟ هو مفيش في البلد دي غيركم انتوا الاتنين اللي عندكم بابا؟ ما أنا كمان عندي بابايا. لما شافوا البت الشقية دي بتتجرأ وتتباهى كده وتتباهى بباباها قدامهم، الأمراء دمهم فار واتغاظوا غيظ يا لهوي. والأمير العياط الصغير إيفي استخبى ورا ظهر أخوه وقعد يصرخ باباكي ده مجرد دوق بسيط، إنما بابانا بقى يبقى الإمبراطور شخصيا، هتقارني مين بمين يا شاطرة؟ وفي اللحظة دي بالذات ظهر الأبوين الاتنين اللي سيرتهم كانت على كل لسان النهاردة، ودخلوا الساحة رسمي بيسألوا العيال في إيه يا ولاد وإيه اللي بيحصل هنا؟ الأمير كلوت أول ما شاف جلالة الإمبراطور جر عليه يفتن ويقول الحق يا بابا، البت قليلة الأدب دي شبهت إيفي بالكلب، شوف بقى هتعاقبها إزاي. الدوق الكبير وطى على بنته بالتبني وسألها بشبه يأس يا مصيبتي، عملتي مصيبة إيه تاني المرة دي يا أجيو؟ تاني يا نصيبتي. لكن أجيو بكل براءة الأطفال دي نفضت إيديها من الحكاية وقالت أنا معرفش حاجة خالص. هنا الإمبراطور اتكلم فجأة وقال أجيو يا حبيبة قلبي، انتي لسه قايلة على الأمراء بتوعي كلاب صغيرة؟ يا لهوي، تصدقي أنا دايما كنت حاسس إن العيلين دول شبه حيوان معين بس ما كنتش عارف أحدده. أتاري طلعوا شبه الكلاب الصغيرة فعلا. يا ناس على ذكاء أديو حبيبتنا، فكرت في اللي عجزت أنا فكر فيه. من النهاردة هسمي الأمراء الاتنين الكلب الكبير والكلب الصغير. التوأم بتوع الإمبراطور صدمتهم كانت فوق الوصف، واتنحوا من الصدمة وحسوا إن جلالته ما بقاش أبوهم الحقيقي خلاص. إزاي ينصر البت أجيو عليهم عيني عينك كده وقدام الكل؟
حاجة تحرق الدم بجد. بعد شوية الدوق الكبير وولاده ركبوا العربة عشان يرجعوا، وأجيو من كتر المناهدة والشقاوة راحت في 7 نومة من التعب. الدوق الكبير والشاب العسول أهين قعدوا يهرشوا في راسهم ومذهولين، مش فاهمين ليه جلالة الإمبراطور مأخر توقيع ورق تبني أجيو بالشكل ده. فجأة أهين خطرت على باله فكرة عبقرية، وقال لباباه: يا بابا، ما تروح المعبد تطلب موافقتهم الأول. لو المعبد وافق الإمبراطور مش هيقدر يرفض وهيوقع غصب عنه. الدوق لقى الفكرة دي ممتازة وجديدة، وراح مدي أمر على طول للفارس يلف بالعربة ويطيروا على المعبد. بس يا عيني، أول ما وصلت عربية الدوق عند بوابة المعبد ووقفت هناك، اكتشف إن الإمبراطور أخوه اللئيم والمخادع كان سابق خطوة ومخطط لكل حاجة. جلالته كان سايب جواب مع فرسان حراسة المعبد عشان يسلموه للدوق أول ما يلمحوا وشه، ومضمون الجواب اللي كله محبة وأخوة ده بيقول إيه بقى؟ إلى أخي الحبيب الغالي، أنا اتولدت قبلك وشفت الشمس قبلك، يعني أذكى منك بكتير يا عسل. كنت عارف إنك هتيجي تزحف للمعبد عشان تخلص ورق التبني، فعشان كده كلفت الفرسان يقفلوا السكة في وشك. لف وارجع يا شاطر، وبلاش حركات ميكي ماوس دي عشان تتذكى عليا تاني. بحبك يا غالي. بعد ما قرأ الجواب، الدوق الكبير وقف مذهول ومبرق عينيه، وفرسان المعبد كانوا بينفذوا الأوامر بالحرف. مهما حاول الدوق يسيسهم أو يهدد، ما حاولش يدخل، رفضوا تماما يدخلوه خطوة واحدة جوه. الحركة الغريبة دي من الإمبراطور كانت نايمة ومستسلمة في العربة، وفجأة حست بطاقة غريبة مألوفة ليها جدا بس تسد النفس قريبة منها. أول ما حست بالخنقة دي، إيجيو صحيت فجأة وخرجت من العربة وهي متعصبة على الآخر، ودخلت المعبد على طول ولا همها أي حد، وسابت باباها وأخوها واقفين يتخانقوا مع الفرسان بره. ما حدش أخد باله خالص إن البنت سحبت ودخلت جوه المعبد. فضلت تلف وتدور وهي بتقول لنفسها: مفيش حد يقدر يطلع الطاقة اللي تسد النفس دي غير شخص واحد بس في الكون. وفعلا طلع تخمينها صح، كانت أندي، إلهة الجمال والحب والأسرة. أندي ابتسمت بسخرية وقالت لها: أهلا يا إلهة الورد الصغيرة العاجزة، كنت بسأل نفسي بقالي فترة أنتي مختفية فين من الجنة؟ أتاري الزهق خدك وقررتي تنزلي تتفسحي في عالم البشر؟ يا أختي طقت في دماغها يعني؟ أجيو كعادتها اتعصبت وشتمت أندي، قالت لها: يا غبية أنتي، هو أنا عبيطة عشان أنزل المرمطة دي بمزاجي؟ أنا فجأة لقيت نفسي بقع من السما يما. أندي راحت مديها خبطة خفيفة بس توجع، وقالت لها بعصبية: اتلمي يا بت وبلاش طول لسان، انتي واقعة هنا ولسه لسانك أطول منك، طولك شبر ونص وأخلاقك في مناخيرك وبايخة قوي. أجيو رجعينا الجنة حالا. بس أندي عملت نفسها من بنها ومطنشها خالص، وأجيو تؤمر وتعيد يجي 5-6 مرات، وإلهة الحب تقول مش سامعة حاجة خالص. في الآخر أجيو صرخت بقى على صوتها، وهنا أندي عملت نفسها فهمت، بس سألتها بخباثة: وأنا إيه اللي يجبرني أعمل كده؟ أساعد واحدة فاشلة ومغرورة وتتنطط عليا زيك، هستفاد إيه؟ ده أنتي حتى مش كيوت خالص، ومفيش حد بيطلب مساعدة من الناس بأسلوبك الزفت ده. تعالي أعلمك إزاي تترجي وتطلبي المساعدة. من غيرك يا شاطرة، لازم تضمي إيديكي قدام صدرك كده وتركعي وترجي بصدق كده. أوبس، نسيت إنك إلهة فاشلة ومحدش بيعبرك ولا بيدعيلك أصلا، هتعرفي الحركات دي منين بس يا عيني؟ دي كانت أول مرة في حياتها أجيو تتهان بالشكل ده. البت شايفة نفسها مولودة عشان تحكم الجنة والكل يركع تحت رجليها، ما كانش فيه في قاموسها فكرة إنها تركع لحد، بس دلوقتي هي عارفة كويس قوي حالتها الصعبة والبهدلة اللي هي فيها، فعشان كده داست على كرامتها ورضيت بالأمر الواقع، وركعت وضمت إيديها تترجى أندي زي معلمتها. بس المفاجأة، أندي راحت لفة وشها وسألتها ببرود تام: هو أنتي فعلا محتاجة ترجعي الجنة؟ ده أنتي حتى شوية سحر مش عارفة تستخدميهم، يعني مش فارقة كتير عن البشر العاديين،
وحتى لو رجعتي هتقفلي على نفسك الأوضة طول اليوم أو تلفي صيعة من غير هدف. أنا شايفة إن قعدتك هنا في عالم البشر أفضل لك بكتير. كلامها ده خلى أعجيو تموت من الغيظ والفرسة، وكانت هتموت وتجري ورا البت السوسة أندي عشان تروقها علقة سخنة. بس أندي طبعا طارت بسرعة لأن معاها سحر، وقبل ما تختفي رمت لها كلمتين سم وقالت بضحكة مستفزة: منظر الإلهة أجي وهي راكعة بتترجى، بجد مسخرة، هتموت من الضحك. معلش يا روحي، بس أنا من الأول أصلا ما كنتش ناوية أساعدك، بس عشان العشرة القديمة هقولك نصيحة من قلبي: إياكي تخلي البشر يكتشفوا إنك إلهة فاشلة ومفيش منك رجا، وإلا مش هيعاملوكي بالحب والدلع اللي انتي فيه دلوقتي ده خالص. وبعد ما قالت كلمتها اختفت أندي وسابت أجيو هتطق من الغضب والغل، وقعدت تصرخ في السما وتدعي وتتحسبن بأعلى صوتها. والمشهد الحماسي ده بيقفل معانا فيديو النهاردة. تفتكروا يا أمارات إيه اللي هيحصل بعد كده؟ عايزين تعرفوا الأحداث الجاية الحماسية دي زيي؟ لو متشوقين اكتبولي تحت في التعليقات عشان تخلوني أتابع الرواية دي كل يوم وأعمل لكم فيديو على طول أول ما ينزل فصل جديد. تسلمولي يا أحلى شلة في الدنيا على حبكم ومتابعتكم لآخر دقيقة في الفيديو. لو بتحبوني بجد ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك عشان ما يفوتكمش أي فيديو جديد وحصري بينزل على القناة أول بأول، وكمان تقدروا تدعموني بأبسط الطرق، زي إنكم تعملوا لايك للفيديو وتتفرجوا عليه وتشيروا قناة لكل حبايبكم، أو تدعموا حسابي البنكي الغلبين اللي سايباه في صندوق الوصف أو كود QR اللي ظاهر على الشاشة. ميرسي ليكم بجد يا أمارات، وأشوفكم في الفيديوهات الجاية على خير. باي باي.